الفنان الكبير أبو بكر عزت، يا ترى لسه فاكر الدخول بالملابس الرسمية؟ طبعا. حد ينسى عمل مهم جدا جدا بالنسبة له، عمل ناجح من أحسن الأعمال في حياتي المسرحية؟ مش ممكن. الفنان أبو بكر عزت، طبعا حضرتك تألقت في العديد من الأدوار الكوميدية وعلى المسرح، لكن بالتأكيد دورك في الدخول بالملابس الرسمية بيعتبر علامة متميزة في تاريخك المسرحي. عايز أعرف كان ظروف اختيارك لهذا الدور إزاي، وإيه اللي خلاك تقوم ببطول هذه المسرحية؟ والله أنا أقول لحضرتك حاجة. هو أنا يوميها كنت مع الأستاذ سيد راضي بنشتغل مع بعض على طول، فجاب لي رواية تأليف الأستاذ بهيج إسماعيل برضه. وبعدين اللي حصل بعد ما قريتها وبتاع، قلت له لا يا سيد، أنا مش مرتاح في النص ده بصراحة. قال لي طب اسمع، بهيج عنده رواية تانية. قلت له هاتها. فقال لي بس ده هو قاعد بيها حد تاني. قلت له نستأذن الحد التاني ده، مش فاكر مين يعني. فجابها لي، قريتها، اتشعلقت بيها جدا وبقيت شغوف بيها جدا لأن الموضوع ظريف، موضوع حلو، وبعدين متعالج بشكل جميل وبشكل كمان ايه، اخلاقي. يعني حضرتك ما ترددتش خالص في قبول الدور ده؟ لا، ما هو ده الاولاني ترددت، لكن الدخول بالملابس الرسمية على طول رحت داخل. كنت عارف مين اللي هيمثل قدامك يعني كبطلة وكبطلات؟ طبعا الاستاذ السويري البابلي طبعا. دي على طول طقت في دماغ سيد وفي دماغي في نفس الوقت يعني. كان مترشح اسم تاني، لكن لقينا فيه مش عارف، رحنا ايه، لقينا السويري البابلي هي اصلح من يقوم بهذا الدور. وبعدين جت سعاد يونس ايضا، عملت الدور مراتي سعيده. وبقيه الزملاء بقى اختارهم سيد. طبعا الفنانة الكبيرة سهير البابلي حضرتك اشتغلت معاها في أكتر من عمل قبل هذه المسرحية. يعني تعاملك معاها على المسرح، يعني هل بيحتاج كل ممثلة بتقف قدامها بيبقى لها أسلوب خاص في التعامل على المسرح ومع الجمهور؟ اكيد. كل فنان له يعني شخصيته وله طبيعته وله طريقته في الاداء وله اسلوب خاص في التفاهم. يعني انا لما اشتغل مع ليلى طاهر بيبقى في لغه مشتركه غير اللغه اللي بيني وبين سهير البابلي. سهير جميله وكده مليانه حيويه ليها قفشات على المسرح. ولسه هقول لك انت خدتيها مني بقى. وبعدين لازم الواحد ايه يبقى صاحي لها قوي قوي. انما يعني عندك في زملاء اخرين ملتزمين جدا جدا، انما سهير تطق في دماغ حاجه كده. فلازم الواحد يبقى ايه، متيقظ، زي ما يكون انت عارفه قدامك لعيب هيفاجئك بكوره جايه مش عارف منين، تبقى انت صاحيه برضو عشان تاخديها وتشوطيها. طب هل ده حصل فعلا في مسرحية الدخول في الملابس الرسمية؟ يعني تفتكر حاجة حصلت يعني لسه فاكرها قوي؟ لا، هو حاجات كتيرة مش حاجة واحدة. كل يوم ابص تلاقي مرة تحولي لي مرة مش عارف حاجات كده. كل يوم كان في نادرة، ودي بتعمل حاجة لينا احنا بقى، لينا احنا ككاست، بتكسر الملل والرتابة. ان كل يوم بتقولي نفس الكلام، وكل الشيء الوحيد المتغير الجمهور. انما الديكور هو الزملاء هم قتل المزيكا هي الدخله هي. فايه اللي يعمل لك يعني يكسر الرتابه والملل ده؟ الحاجات الخاصه جدا جدا بين الزملاء وبين بعضهم. المفروض بقى ده اللي بيعرفها اعضاء الفرقه، يعني اعضاء الممثلين اللي بيشتغلوا على المسرح، انما الجمهور بقى ما يعرفش ده. لا، ساعات الجمهور يحس بقى ان ايه، من انفعالنا ومن الرياكشن اللي علينا، ان دي حاجه جديده اتقالت النهارده. يعني في ناس يقول لي ايه الكلمه دي اتقالت النهارده بس. ما هو الجمهور بيبقى عنده وعي وذكاء ومتابع وبيفهم، والجمهور ده صحي جدا على فكره. هل البروفات اللي حضرتك عملتها مع الاستاذ سيد راضي ومع كل الاعضاء المشتركين في المسرحيه، هل البروفا دي اللي شفناها على المسرح هو بالظبط اللي اتعمل، ولا حصل تجديد في مشاهد ممكن تكون بكاملها اضيفت للمسرحيه بعد بقى ما اتصورت؟ لا، هو فعلا يعني اصل ايه، هو البروفا دي ايه، زي الست هي جوه المطبخ بتقطع مش عارف ده لوحده، وبتجيب اللحمه مش عارف بتعملها ايه، وتعمل البصل بالفلفل الاسود وتحطه على جنب وبتاع. ده التحضير، ده البروفات. لما ايه، لما بيحط ده على ده على ده بتلاقي اكله تانية، تلاقي الاكله غير المفردات اللي كانت موجوده. فالبروفات دي هي تمهيد لما سنراه على المسرح، واخده بال حضرتك. وبعدين بعد ما بنعرض
في ودي حاجه معروفه واتقالت كتير، ان في مثلا منطقه احنا بنتوسم او بنتعشم ان دي هتكسر الدنيا من الضحك، تلاقي الناس ما ضحكتش، فنروح ايه اللي بقى بيحترم يروح شايلها على طول. ومستلاقي وانت ماشيه كده منطقه انت مش واخده بالك منها، تلاقي الناس ضحكت قوي قوي، فبنثبت فيها ونوضبها بقى ونأكدها وننتجها زي ما بنقول. طب زي ايه بقى؟ حضرتك اديلي مثال كده في المسرحيه. يعني انا اقول لك حاجه، انا في مشهد كان بين سهير وبين اسعاد، وانا بنزل هم بيتكلموا مع بعض، وبنزل انا اقول كلمه واطلع، وبنزل اقول كلمه واطلع. انا على المسرح يعني بحب يبقى الجو كله كويس وكلنا ناخد، ما فيش حد يقفل على التاني. انا لقيت النازلتين يعني دول ايه بس معلش، يعني ايه مفيش حد يقفل على التاني؟ يعني في واحد مثلا ايه قبل التاني ما يقول افيه يروح ايه يعني يعني عامل له اي الكلام يعطله، واخد بالك؟ لا احنا الحمد لله شغلنا وكل زملائنا كواليسنا يعني كل حلوه واحد بيخدم على التاني. بيخدم على التاني. فانا لقيت النازله دي بتعطل، هم عاملين ابتدوا يعملوا طيار اللي هي بتقول لها وانت بابا، راحت سوير قالت لها وانت بابا وانت ماما، واخد بالك؟ لقيت النزلتين اللي انا منزلهم بيعطلوا الطيار اللي ماشي معاه والفيلم المتصاعد ده. فرحت انا من نفسي قلت لهم انا مش هنزل، كملوا انتوا على بعضكم. فبقت منطقه حلوه جدا جدا. ادي الحاجات اللي احنا بنجربها على الجمهور ونستفيد منها.